واش عمركم سمعتوا بالكالامار كيتحشش او شفتوا شي كالامارا حامله بالغبره؟ اكيد جوابكم غادي يكون بلا. لكن في هذا الزمان كلشي ممكن، واخا سؤالي فيه غير المجاز شويه ديال دخله خاويه. وياه البوليس المغربي حجز واحد الكميه كبيره ديال الغبره في الكالامار. كالامار مجمد جاي من امريكا اللاتينيه. هذيك الغبره اللي كيشموها الناس اللي ملعقين اللي عندهم فلوس بوكو فلوس، شموا وحده ب1000 درهم ولا كتر. لا بي جي ديال كازا حجزات تقريبا شي طن ونص من ديك الغبره البيضاء. السميه ديالها كتعرفوها، فيها السميه ديال واحد المشروب غازي وزيد عليها جوج ياوات ونون. مول واحد المعمل في كازا هو اللي بلغ عناصر لا بي جي في المدينه. العمال ديالو ديال ديك المعمل هما اللي اكتشفوا واحد المسحوق ابيض وسط الكميه ديال الكالامار المجمد اللي يلا كانت تنزل او نزلات واحد الشاحنه كبيره في المعمل قبل ما يتوزع على جوج معامل واحد اخرى. ملي بداو كيقطعوا لقاو ديك المسحوق وبلغوا الباترون ديالهم اللي بلغ المصالح الامنيه. هذه كانت غير بدايه لاكتشاف حقيقه دخول كميه كبيره من الغبره للمغرب وسط الكالامار المجمد جايه من امريكا اللاتينيه. جات عبر ميناء طنجة وتفرقات، والإبلاغ على العثور ديال كميات واحدة أخرى غير ما توالى تدريجيا وللبارح الخميس. يعلم الله واش هاد الكمية كانت موجهة للمغرب أو غير دخلات بالخطأ أو صدفة. يعلم الله شكون مولها وشكون المصدر ديالها وشنو هي الوجهة ديالها. هادشي فاش العناصر ديال لابيجي كازا كيقلبوا مول البارح ساعات متواصلة من البحث، وأكيد غادي يوصلوا لشكون مول هاد الكمية ولفين كانت موجهة. وهذا فقط مدخل قصير الفيديو اللي درسو على هاد العملية والبحث الجاري فيها. بقية الفيديو غادي تلقاوها في قناة مروكن كرايم تيفي الجريمة المغربية، والرمز ديال اليوتيوب موجود اسفل الصورة ديالي في تيك توك. مرحبا بكم. النيابة العامة في كازا أمرت بفتح بحث قضائي باش تحدد المصدر والمسالك ديال تهريب هاد الشحنة الكبيرة من مخدرات الصلبة الكوكايين، واللي بلغ الوزن ديالها طن 1 و370 كيلو ديال الغبرة البيضاء. لا بي جي ديال ولاية أمن كازا هي اللي تكلفات بهاد المهمة. الخبر كما أورده بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، ما جبتوش من راسي. هذا الخبر كيقول أن اكتشاف هذه الكمية ديال الغبرة تم بعد ما توصلت مصالح الأمن في كازا بإشعار من مالكي عدة وحدات لتوزيع الأسماك المستوردة في مدينة كازا العاصمة الاقتصادية. خبروا البوليس باللي لقاو كميات من مادة بيضاء يشتبه في كونها تكون مخدر الكوكايين، لقوها داخل شحنة من الأسماك المجمدة واللي مستوردة، يعني الكالامار مجمد. بان لاحقا أن ذلك المسحوق جاي من أمريكا اللاتينية وبالضبط من البيرو. المعاينات الأولية والخبرات المنجزة على ذلك المسحوق الأبيض بينات أن الأمر يتعلق بشحنة كبيرة من السمك المجمد اللي تم الاستيراد ديالها دخلت عبر اسبانيا انطلاقا من بلد المنشأ بإحدى دول أمريكا الجنوبية البيرو. هاد تبين أنها تضم في مشتملاتها كمية من مخدر الكوكايين، وهي الكوكايين مخبية وسط الكالامار. مسهل تسمع. عملية البحث والتفتيش اللي جرت بشكل متزامن في مجموعة من المحلات والمخازن بمدينة الدار البيضاء والنواحي ديالها مكنات من حجز ديك الكمية، أي ما مجموعه طن 1 و370 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كما قلت، وجاء في بلاغ الأمن. مصالح الأمن بالضبط لا بي جي ديال كازا كتجري الأبحاث ديالها بناء على أمر قضائي. كتجري الأبحاث ديالها منذ حجزت هذه الكمية والبارح الخميس. الأبحاث غادي تواصل لتحديد مصدر هذه الشحنة من المخدرات القوية ورصد مختلف المسارات كيفاش حتى دخلت للتراب الوطني. طبعا هادشي كله غادي يكون بالتنسيق مع قنوات التعاون الأمني
الدولي. هذا هو بلاغ مديرية الأمن، قلت تقريبا حرفيا للأمانة وباش ما نقول شي حاجة كذوب أو ما فيهاش الدقة اللازمة. وتكملة للخبر غادي نعرج على الشيء اللي كتبته بعض الصحف ووسائل الإعلام المغربية بشأن هذه الحمولة. جريدة الصباح اليومية المغربية قالت في مقال نشرته في الصفحة الأولى ديالها ديال العدد المزدوج السبت الحد، قالت أن حاوية الحمولة ديالها 25 طن كانت كتخفي داخلها هاد الغبرة، وتمكنات من اختراق الحدود، دخلات للمغرب عبر ميناء طنجة قبل ما تفضح في كازا بعد توزيع جزء من الحمولة ديالها عبر شاحنة مقطورة، وذلك توزيع كان على معامل للأسماك المجمدة المستوردة. الخدامة في معمل بحي التشارك في كازا هم أول من اكتشف هذا العجب، من اللي كانوا كيقطعوا جزء من ديك الكمية من الشحنة اللي استقبلها المعمل. لقاوها وصار الشك ديالهم ديك المسحوق الأبيض اللي لقاوه وسط الحوت، وطبعا خبروا الباترون اللي بدوروا خبر البوليس وجاو عينوا عينة من الكمية وبان لاحقا أنها كوكايين. من تماك ما بقاش غير هذا المعمل اللي دار إشعار، حتى معامل واحدة أخرى داروا إشعارات، وبدات الإشعارات بالعثور على كمية مسحوق مماثل تتقاطع المصالح الأمنية في كازا من طرف مسؤولي معامل واحدة أخرى مختصة في الاستقبال ديال مثل هذه الأسماك المجمدة، الحبر العملاق الكالامار. مربعات المخدر كانت مغلفة بقطع مجمدة من السمك اللي تم التوزيع ديال على هذا المعمل، وأيضا على جوج معامل واحدة أخرى بحيي طنطونفيل والإنارة. هاد جوج المعامل المعمل الأول اللي عطاهم السلعة. وحسب جريدة الصباح فالحمولة ديال الكالامار المحشش دخل المغرب قبل نهار تقريبا من العثور عليه، يعني نهار الأربعاء. دخل الأربعاء من ميناء طنجة وغادر الميناء إلى وجهته قبل ما يلقاوه العمال ويخبروا الباترون ويخبر الباترون بالبوليس وتنوض القيامة. الخوت هادو كانوا باغيين يقتلوا المغاربة، يحشوا المغرب وقيل كله. عرفتوا شنو هي طن 370 كيلو الكوكايين؟ عرفتوا شحال الفلوس شحال ممكن تحشش من بنادم؟ الخيال هذا. ما نزيدش نهضر بزاف، نخلي الابحاث تمشي في الطريق ديالها، واكيد البوليس عندهم الكفاءة ومن الطرق باش يوصلوا المصدر ديال الحمولة والوجهة ديالها. واكيد نهار غادي يكون ثمة جديد بخصوص هذه القضية غادي نرجع للإخبار. كنشكركم بزاف على الاهتمام ديالكم، الشيء اللي كتنشروا قناة موروكان كرايم تيفي الجريمة المغربية، وإلى فيديو واحد آخر دمتم أوفياء لها.